بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الطريق إلى الله، ونستكمل موضوعنا عن حب الله. حب الله هو الحب الوحيد الذي إن تعاظم فيك وتعلقت به فليس له تبعات تشقيك، وإن أبحرت فيه فلا غرق. هو الحب الذي إن فزت به أزهرت في داخلك، فحب الله هو الحب الذي لا يخذلك. النهاردة هنستكمل بالحديث عن صفات الذين يحبهم الله، والحقيقة إحنا معانا العديد من الصفات في العباد الذين يحبهم الله. أول صفة يتصف بها العبد الذي يحبه الله هو إكثار من التوبة والإنابة إلى الله سبحانه من أي ذنب أو زلل. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتكون التوبة الحق بستة شروط. التوبة الحق الصحيحة لها 6 شروط. أول شرط معانا للتوبة هو الإخلاص في التوبة لله سبحانه. الإخلاص لله سبحانه وتعالى في التوبة، هذا هو الشرط الأول في التوبة، أن تكون مخلص لله في توبتك. الشرط الثاني هو الندم على ما فات، فإحساس الندم على ما فات هو من شروط التوبة. الشرط الثالث الإقلاع عن الذنوب فور ارتكابها. الإقلاع عن الذنوب فور ارتكابها، أني أتوقف عن الذنب اللي أنا بتوب عنه، وأتوقف بعزم وإخلاص وبدون رجعة، أني أخذ قرار مع نفسي أنه لا رجع في هذا الذنب. رابع شرط معانا لقبول التوبة هو العزم على عدم العودة إليها. يبقى عدم العودة إلى التوبة والعزم على ذلك هو الشرط الرابع معنا من شروط قبول التوبة. خامس شرط معانا إن التوبة لها توقيت، ولا تصح التوبة في أوقات معينة. فلا تصح التوبة عند طلوع الشمس من مغربها، أي أن اللي هو خلاص يعني تنتهي الحياة وسيأتي يوم القيامة. لا يصح إني أتوب عند طلوع الشمس من مغربها، كما لا يصح إني أتوب عند حضور الأجل اللي هي عند سكرات الموت. فهذه الأوقات يعني لا تصح فيها التوبة. سادس شرط معانا لقبول التوبة هو أنه لابد من أداء الحقوق لأصحابها إن كانت الذنوب متعلقة بحقوق العباد. لو الذنب اللي أنا بعمله مش في حق الله ولكن في حق عباده، فلا بد من أني أؤدي الحق لصاحبه. يبقى معانا 6 شروط لقبول التوبة، وصفة من صفات العباد الذين يحبهم الله هي الإكثار من التوبة. تاني صفة من صفات العباد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثالث صفة من صفات العباد الذين يحبهم الله العدل والقسط في كل الأمور والمواقف، سواء العدل مع النفس أو مع الغير، إنك تكون عادل في كل مواقفك مع نفسك أو مع غيرك. قال تعالى: إن الله يحب المقسطين.
رابع صفة من صفات العباد الذين يحبهم الله الإنفاق في سبيل الله سبحانه طمعا في نيل الأجر والثواب منه. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. خامس صفة معانا من صفات عباد الله الذين يحبهم حب لقاء الله، الشوق له، وذلك حين تبشر الملائكة المؤمن حين احتضاره بما أعده الله له سبحانه، كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. يبقى حب لقاء الله هو صفة من صفات العباد الذين يحبهم الله. سادس صفة معانا من صفات العباد الذين يحبهم الله هي السلوك الجاد والبحث دائما عن طلب العلم الشرعي، كما ثبت في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سابع صفة من صفات عباد الله الذين يحبهم الحب في الله تعالى، فيحب العباد بعضهم بعضا لله، ليس لتحقيق غاية أو هدف متعلق بالحياة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. تامن صفة معانا الحرص على الطهارة، سواء في البدن أو الثوب أو في بيوت الله، فقد قال الله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يبقى الحرص على الطهارة من صفات عباد الله الذين يحبهم. الصفة التاسعة في عباد الله الذين يحبهم التزام تقوى الله تعالى، خشيته في السر والعلن. قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وتتحقق التقوى بالتزام أوامر الله سبحانه واجتناب نواهيه في السر والعلن. عاشر صفة من صفات عباد الله الذين يحبهم الصبر، فهو من الصفات التي حث الله سبحانه على التزامها، فقال تعالى: والله يحب الصابرين. الصفة 11 معانا لعباد الله الذين يحبهم التوكل على الله سبحانه وتعالى، الاعتماد عليه في الأمور كلها. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فهذه الصفات 11 اللي ذكرتهم هي صفات عباد الله الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، واللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ونتصف بهذه الصفات التي تحبها وترضاها يا رب العالمين. ألقاكم على خير في لقاء جديد من الطريق إلى الله. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.